هو إحساس جميل طبعًا لمّا تحس إن شغلك مسمّع في بلاد برّه يعني. يعني أنا أبارك لأخي وصديقي الدكتور أحمد محمد محروس السمان، إنه في بحث كان نشره في 2016. طبعًا أنا اشتركت معاه في البحث ده في جزء صغير، عملت معاه شغل بس في الإحصا والحاجات دي، لكن لم أشترك معه في البحث بشكل كامل واسمي ما اتحطش على البحث ده. لكن ده ما يمنعش إن أنا أبارك له، هو أخي وصديقي ولينا شغل كتير أوي مع بعض. إن البحث بتاعه يعني اتجاب في دراسة تانية نشرت في الجمعية أو مؤتمر الكلية الأمريكية ال ACR، أو الجمعية الأمريكية. هي اسمها الكلية الأمريكية بس يعني الترجمة الصحيحة الجمعية الأمريكية للروماتيزم، وده أكبر مؤتمر روماتيزم في العالم كله. ال ACR ده أعلى مؤتمر روماتيزم في العالم كله. فامبارح كان الدكتور ده أنا مش فاكر اسمه إيه، كان بيتكلم عن استخدام السونار أو الموجات الفوق الصوتية في تشخيص النقرس، وجايب مستشهد بست دراسات سابقة. فكاتب أول دراسة فيهم السمان إيتال اللي هي 2016، اللي هي بتاعت أخونا الدكتور أحمد محمد محروس السمان، وألف مبروك.